بالعيش غموس كده، مع طبق السلطه الخضراء دوت ما شاء الله عليها، وكل كميه مع السلطه مع الحاجات ديت. يعني هي بنسبه البطاطس اقل فيها، فمش هتضر الدايت يعني ولا حاجه. حبايبي الحلوين السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل اكله سريعه. هي للدايت. انا عماله اعمل معاكم بسكوتات وحلويات وحاجات ونسينا نفسي، فالنهارده هعمل لنفسي اكل الدايت، ومع كل محبين الدايت واللي مش ما يعملوا دايت برضه هياكلوا منها معانا، هي جميله. هنعمل نظام طاجن بالباذنجان والبطاطس والبصل والحاجات دي، طول عمرنا واحنا نعملها بس نسيناها خلاص والأولاد نسيوها، فالنهارده هنرجع تاني نعمل الحاجات القديمة اللي كنا بنعملها من زمان مع بعض. طبعا الباذنجان الكميات اللي انت حباها، انا دول 4 حبات باذنجان لان انا هعمل كل الاسره هتاكل معايا. حبتين بصل، نص كيلو طماطم، 3 حبات فلفل، 3 حبات بطاطس كبار. بس انت اعملي كل الكميه اللي انت عايزاها، صغيره كبيره اعمليها. معايا حبه توم، معلقه توم مفروم. معايا طبعا هنا البهارات، كل جميع البهارات اللي عندك ضيفيها. انا معايا كزبره ناشفه، فلفل اسود، كمون، 7 بهارات، ملح، بابريكا. اللي موجود عندك ضيفيه، اللي مش موجود عندك ما فيش مشاكل شيليه. طبعا لسه في معايا شوربه وطماطم في الخلاط وكده. تعالوا نرص الصينيه مبدئيا كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. دي طبعا انا ما قلتلكوش ايه ده حب الزيت. هدهن الصينيه كده دهنه بسيطه خالص، حبه الزيت كده، حبه بسيطه خالص، عشان احنا بنقول لسه ايه ده دايت. ده حبه الزيت دي يعني مش هاخد منها نص جرام ولا ملي حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. انا عايزه اعمل كده. بسم الله. وهكمل كل الصينيه يا حبايبي بالشكل ده، وهرجع معاكم نضيف المواد السائله بتاعتها. ده الشكل النهائي بتاعها بعد ما رصيت يا حبايبي كده، لسه ما استوتش طبعا. انتوا واخدين بالكم انا مقطع الحاجات دي ازاي؟ عشان البنات الصغيرين حلقات او طرنشات كله كده، التقطيع بالشكل ده، وما تخنش الخرط كمان. تعالوا هنا للماده السائله بتاعتها. الثوم هضيفه على الطماطم. انا ما عنديش صلصه فعملت طماطم عاديه. لو عندك صلصه طماطم او صلصه شارياها ما فيش مشكله برضه هتضيفيها. التوابل والملح بتاعتنا اهي. وهضيف كمان حبه دبس رمان بسيطه عشان هتدي لون في الاخر معايا دي. بسم الله. مش موجود دبس الرمان عندك ضيفي ليمونه، ده حمض وده حمض. طبعا هنضيف مكعب مرق الدجاج. انا مش هضيف مكعب لان عندي شوربه بتاعت بطه ما شاء الله تقيله اهي. كده اهو. هدوب كل المكونات السائله كده مع بعضيها. وضفت الملح. طبعا الملح انا مكتر الحبه شويه لان مفيش اي حاجه هنا فيها ملح. بسم الله. هسقي الصينيه لتحت كده. انا علشان اكسب وقت يعني ما تاخدش وقت طويل معايا، هحط على البوتاجاز من فوق تغلي، وبعدين هروح مدخلها الفرن. ده في صوص حبه الثوم هتغلي بس بالشكل ده. وهجيب صينيه كده مستطيله زي الصينيه كده، وهغطيها بيها. ما عندكيش يبقى ورقه السلوفان اللي هي الورق الحراري، وهتغلفيها بيها وهتدخليها الفرن على الرف الوسطاني ان شاء الله لغايه ما تاخد اللون الذهبي الجميل، والبطاطس تستوي، كل حاجه تستوي فيها، وهنطلع نقدم مع بعض على الغدا ان شاء الله. ده الشكل النهائي حبايبي لطاجن الباذنجان والبطاطس وكل الخضروات اللي حطيناها مع بعض ما شاء الله بتاع الدايت بتاعنا. طلع من الفرن اهوت ما شاء الله. فيها صوص طبعا. نسيت انا اقول لكم على حاجه. انا ضفت شوربه بدل الميه على الطماطم، على صلصه الطماطم. لو ما فيش عندك الشوربه دي بتاعت الفراخ هتزيدي ميه مع مكعب مرقه ماجي، عشان بس تبقى الوصفه بتاعتنا كامله، محدش ينسى يقول ما ضفتش. يعني احنا مش هنضيف ميه واضافه شوربه. وعملت كمان رز بشعريه معاها، مع الوصفه دي عملت رز بشعريه. وعملت طبق سلطه خضراء. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقدم مع بعض اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقدمها بالشكل ده يا حبايبي.
برضو ممكن ما فيش مش حابين النهارده نعمل رز، هنعمل بعيش، هنعملها سندوتشات برضو نغمسها بالعيش غموس كده مع طبق السلطه الخضراء دوت ما شاء الله عليها. وكل كميه مع السلطه مع الحاجات ديت، يعني هي بالنسبه للبطاطس اقل فيها فمش هتضر الدايت يعني ولا حاجه. واللي مش عاملين دايت برضو عادي يعني ياكلوا منها كميات كبيره ما شاء الله عليهم براحتهم مع الرز وكده.